واحدة من أذكى وأعتى وأغرب جرائم التاريخ كله، ونهاية منفذيها كانت أغرب من الخيال حرفيا. تخيل أن تسرق قطارا محصنا وهو يسير بسرعته القصوى، تسرقه ومن ثم تختفي وكأنك لم تتواجد أبدا. خطة عبقرية شيطانية تحولت لأسطورة جابت العالم كله، وألهمت صناع أفلام الجريمة، وأصبح منفذيها أساطيرا بسبب ما فعلوه وما حدث لهم بعدها. إنها سرقة القرن، سرقة قطار لندن. روني بيغاس وبروس رينولدز مجرمان بسيطان وتافهان توقفا عن ممارسة أعمال الإجرام منذ سنوات وعاشا حياة هادئة، ولكن قررا العودة لتنفيذ سرقة القرن. تنفيذ المهمة: جمع الاثنان عصابة من 20 فرد، وهدفهم القطار المتواجد من مدينة غلاسكو إلى مدينة لندن. كان يحمل ملايين الدولارات والتي كانت سترسل للبنك المركزي في لندن. قطار يسير بسرعة 150 كيلو في الساعة، والمال في العربة الأولى وراء الجرار المحرك الذي يحرك القطار. اجتمع أفراد العصابة في منطقة نائية على خط القطار، ومن ثم قاموا بقطع كل شبكات الاتصال لمنع عمال القطار من الاتصال بالمحطات القريبة، ومن ثم قاموا بإشعال الإشارة الحمراء على السكة الحديدية وتزويدها بشعلات إضافية حتى يتوقف القطار، ليصل القطار ويحدث ما توقعوه. ومن ثم يهجم أفراد العصابة على القطار ويقوموا بفصل الجرار المحرك والعربة الأولى التي يتواجد بها المال، ويقود الجرار للابتعاد عن الحراسة الموجودة بالعربات الخلفية. وبعد نصف ساعة يتوقفون بينما كانت تنتظرهم سيارة تبدو كسيارة شرطة، ونقلوا كل الأموال إليها وهربوا بأكثر من 50 مليون دولار. المطاردة الكبرى. تنتشر الأخبار في كل مكان وتغزو العالم كله على أنها إحدى أهم سرقات القرن كله، ويعمم الخبر في كل مكان، وترصد مكافأة كبرى عن أي شخص يقدم معلومات عن السارقين. لتتوصل الشرطة إلى مزرعة مهجورة وجدوا فيها السيارة المستخدمة في السرقة، ووجدوا عدة بصمات لعدة مشتبهين ليتوصلوا لهم ويتم القبض عليهم، فيعترف على الرأس المدبر للعملية بروس رينولدز. ولكن تتفاجأ الشرطة أن بروس سافر في نفس يوم عملية السرقة إلى فرنسا، ومن ثم غادر فرنسا لدولة أخرى غير معلومة، ثم يصل إلى الشخص الثاني روني بيغاس ليجدوه نجارا عاديا كان مجرما في الماضي، ويتم القبض عليه ويحاكم بالسجن ل30 عاما. الهروب العبقرية. يقضي روني عاما واحدا في السجن ويقرر الهروب بينما كان في الساحة الخلفية لممارسة الرياضة، وقبل يوم واحد من نقله لسجن مشدد الحراسة كان يفصله بين الحرية سورا واحدا فقط في سجن قليل الحراسة. دفع آلاف الدولارات لعدة سجناء لينفذوا خطته. تبدأ الخطة وينقض المساجين على الحراسة ويقوم بتكتيفهم وشل حركتهم، ويتسلق روني السور بحبل تم رميه من الخارج له، بعد أن اتفق مع سجين آخر أفرج عنه من يومان فقط. ليهرب روني على الفور ويقرر مغادرة الدولة ويسافر لباريس ليقوم بعملية تجميل لتغيير شكله، ومن ثم يختفي تماما ليهرب بعد أن قضى عاما واحدا فقط في السجن. غباء ثم مكر وخداع. لعدة سنوات ظلت الشرطة البريطانية والإنتربول يطاردوه بين ألمانيا وأستراليا وعدة دول، إلى أن فجأة استلمت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية خطابا منه يريد بيع قصة حياته مقابل عدة ملايين من الدولارات. توافق الصحيفة، ولكنها تبلغ الشرطة بمكان تواجده، فقد كان يعيش في البرازيل تحت اسم مستعار وقد تزوج للتو. وعلمت أيضا الشرطة أنه قد أنفق كل أموال السرقة في 5 أعوام فقط، وهذا ما جعله يخاطب الصحيفة أملا في جمع ثروة جديدة. يذهب الانتربول فورا ويتم القبض على روني وسط احتفالات الشرطة وسخريتهم منه لغبائه الشديد. ولكن كانت الصدمة الكبرى حينما تعلن زوجة روني أنها حامل وستلد بعد 6 شهور. وينص القانون البرازيلي على عدم ترحيل أي شخص مقيم بالدولة إن كان لديه أطفال داخل الدولة، حتى لو كان مطلوبا على قوائم الانتربول. ليخدع روني مجددا وللمرة الثالثة الشرطة والإنتربول، ويعودون لإنجلترا وهم خالي الوفاض.
ليسخر العالم كله من شرطة إنجلترا وحكومتها، ويصبح روني أسطورة كبرى سرق قطار يستحيل سرقته، وهرب من السجن بخطة بارعة، وسخر من الشرطة، وجمع أموالا من جديد بسبب قصته التي أحرج فيها كل من الحكومة وشرطة بريطانيا.